البيتزا عن طريق عجينة البولش. أتمنى تجربوها، طريقة سهلة وبسيطة، أتمنى تعجبكم بالشكل الجميل ده. اهي بيتزا إيطالي أصلي نابولي، أتمنى تعجبكم. اتفرجوا عليا في الفيديو، لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. دي عجينة البولش اللي أنا عجنتها معاكم بالشكل ده اهيت. ان شاء الله نعمل بها بيتزا في الفيديو الجاي، ان شاء الله هعمله واتمنى تعجبكم بالشكل ده اهيت. شايفين حمرانة. اتمنى الفيديو يكون سهل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ده البولش اللي احنا عملناه اهوت، هننزل عليه بالدقيق. بسم الله، بالشكل ده كده. وهنحط الملح في الاخر، هنقلب بالشكل ده. دي هنعمل البيتزا. بالشكل ده كده هنعجن بيتزا الإيطالية. احنا كنا حاطين 200 مللي مية على البولش، هنكمل بقية المية بالتدريج. الدقيق كميته 700 جرام، هننزل بكمية المية الباقية. بالشكل ده كده هي خدت 400 مللي مية، ال 700 جرام خد 400 مللي مية. هنعجنها كويس. نزلت بمعلقة الزيت بالشكل ده كده، وهنلم العجينة. بعد ما نلم العجينة هنسيبها تريح، هنحطها في التلاجة برضو تريح بعد ما نقطعها 12 ساعة كده. العجينة اهي بعد ما عجنتها هسيبها تريح نص ساعة، بعد كده هقطعها واحطها في التلاجة 12 ساعة وهوريها لكم برضو. بصوا العجينة ريحت ازاي، شايفين المطة اهيت بالشكل ده كده. هنبدأ بقى نقطع فيها. بسم الله. والخمر اهو، هنبدأ نقطع قطعة 240 جرام، هنكورها كده بالشكل ده كده. انا مسحت ايدي زيت بالشكل ده كده اهي، وهنوزن. هنقطع الكرة كده بالشكل ده كده وهنوزنها 251 جرام اهيت زي ما انتوا شايفين. هنقطع الحجم ده كله بالطريقة دي بالوزن ده. هقطع كرة كمان بالشكل ده كده وهنلفها كده بالشكل ده كده.
العجينه بتلزق بالشكل ده كده، وهنوزنها. عايزه حته صغيره بالشكل ده اهي، اهيت. هي المكونات بتاعتها سهله وبسيطه، ما فيهاش حاجه خالص، اللي هي ميه ودقيق وخميره وشويه ملح. دي العجينه بتاعتها، بس هي الطول بتاعها في طول الوقت بتاع التخمير. التخمير وقت طويل، بس بتبقى بيتزا حلوه وطعمها جميل. ان شاء الله تعجبكم. دي عجينه البيتزا الايطالي اللي احنا عملناها في الفيديو، بقت بالشكل ده، خمرت بالشكل ده اهيت. هنبتدي نشتغل فيها. هنرش هنا دقيق سميد، دقيق البسبوسه، عشان نعرف نخرجها من الصلب بالشكل ده كده، بالشكل ده اهو. بالشكل ده كده. وهنحطها برضو على دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسه. فرش شويه هنا كده بالشكل ده كده. بالشكل ده اهيت. نلمها كده. حطيت قطعة من العجين كده، هنسويها وندورها كده بالشكل ده كده. هننزل من النص كده بالشكل ده كده. هنفرغ الهواء كده لبره بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. كده هنحط الصلصة. بالشكل ده البيتزا هيت، البيتزا الإيطالي، العجينة الأصلية والطريقة الأصلية لها. نحط بقى الصلصة عليها، نحطها على الصاج بالشكل ده كده، بالشكل ده كده اهي. هم عندهم اللي هي الشايرة اللي بيشيلوا بيها بالشكل ده كده اهي.
بالشكل ده كده. نحط الصلصة عليها بالشكل ده كده. هي في الاصل بتبقى كده مع الجبنه. انتوا بقى تحطوا حشو، اي حشوه تحبوها اهيت. بالشكل الجميل ده اهي. نجيب الجبنه حطيت الجبنه بالشكل ده كده والزيتون. بالشكل ده كده ندخلها الفرن بقى بعد ما تخرج ان شاء الله وراها لحضراتكم. البيتزا اهي في الفرن تستوي بالشكل ده كده اهي. اهي البيتزا الايطالي الاصلي على نار عاليه، فرن غاز اهو بالشكل ده اهو. شايفين حضراتكم اهيت اهي. دي البيتزا الايطالي الاصلي بعجينه البولش. اتمنى تجربوها، طلعت بالشكل الجميل ده اهيت. بيتزا ايطالي اصلي نابولي، اتمنى تعجبكم بالشكل ده اهي. هي عملتها بمرحلتين، مرحلتين تخمير، والطريقه سهله وبسيطه ومش مكلفه حاجه. اتمنى تعجبكم. اتفرجوا عليها في الفيديو، لو عجبكم اشتركوا لي في القناه وفعلوا الجرس.